تعرف انك لو اتعلمت هواية جديدة هتخلي عقلك نشيط اكتر وكمان سريع، وده بسبب انك لما بتتعلم حاجة جديدة بيخلق خلايا عصبية مترابطة في خلايا الدماغ. القراية مثلا بتقلل من التوتر والضغط، وبتزود من ذكائك، وبتديلك معلومات كتير، وكمان بتساعدك في مختلف المجالات زي شغلك ودراستك. كمان ممارسة الرياضة بانتظام بتخلي جسمك ينتج بروتين BDNF، ده اللي بيساعدك على التركيز وانك تفتكر كل حاجة بسهولة، وكمان بيساعدك انك تتعلم وتفهم بسرعة. انك تتعلم لغة جديدة ده بيساعد عقلك انه يشتغل بشكل احسن في اي اكتيفيتي زي التخطيط وحل المشكلات. كمان انك تتعلم لغتين مختلفين ده بيأثر جدا على تفكيرك وثقافتك. التأمل او اليوجا مهم جدا، لان من خلاله انت بتقدر تسيطر على موجات الدماغ الخاصة بيك وكمان تتحكم فيها. تعرف كمان انك ممكن تمرن عقلك بطرق جديدة زي الالعاب، زي مثلا السودوكو، حل الالغاز، ولعب الطاولة. كل دي حاجات بتخلي عندك القدرة انك تتقبل الاراء المختلفة. كمان الموسيقى بتساعدك على الابداع، والعزف بيقوي الذاكرة ووظائف الدماغ. قول لنا بقى ايه الهواية الجديدة اللي حابب تتعلمها؟